السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تحميل لعبة فيتس 2023 الدوري المصري بآخر الانتقالات والأطقم. طبعا لازم ملف اي بي كي وداتا او بي بي، وطبعا ده برنامج ارشيفر، طبعا ده داونلود ولا بنبع على ملف الاي بي كي. طبعا ده ملف اي بي كي بقى كده هعمل تثبيت وثبته، انا طبعا ثبته فمش هثبته تاني، ولا بنبع على ملف. طبعا ده ملف الداتا بقى كده هعمل عرض كده دايس عليه كده بقى كده ضغط مطالع كده نسب كده ذاكرة الجهاز كده اندرويد بقى كده الداتا بقى كده على العلامة الزرقاء دي، وهياخد حبة لغاية ما يستخرج بقى كده ذاكرة الجهاز كده بجيب مرة تانية بقى كده ملف الاو بي بي. طبعا ده ملف او بي بي بقى كده هعمل عرض كده هعمل كده بالنص ده كده ضغطة برضه بقى كده نسخ كده ذاكرة الجهاز كده اندرويد بقى كده او بي بي بقى كده على العلامة الزرقاء دي، وتخرج بقى من برنامج ارشيفر وهتلاقي لعبة ولا بنبقى نخش على اللعبة. وطبعا ده يا جدعان شكلها ولا بنبقى نخش على اللعبة. وطبعا ده كده بالمنظر ده. طبعا ده ممكن تدرب وكمان تجيب صفقات وكده. وتعالى بقى اوريكم الانتقالات. اول حاجة اوريكم النادي الاهلي، طبعا في برونو سافيو وشادي حسين، ولا بنبقى على التاني اللي هو مثلا زي الاتحاد، طبعا محمود علاء. طبعا اللي بعديه اوريكم مثلا المصري، في مثلا اللي هو ده طبعا مروان حمدي. طبعا اوريكم الزمالك اهو، طبعا ماشي اهو. طبعا ماشي. وطبعا بقى اوريكم الاطقم الدوري المصري، طبعا وريتكم الانتقالات اللي انا عارفها، فشوفوا بقى الاطقم. طبعا زي ما انتم شفتوا باخر الانتقالات والاطقم وبيراميدز وكله طبعا يا جدعان، لو انت بقى حملتها هتعرف كل حاجه ماشي. وطبعا اقول لك بقى ازاي تحكم في الصعوبه وكده. طبعا تخش على دي كده تدوس على الشمال دي، طبعا يقول لك ده بقى الصعوبه براحتك، طبعا الوقت اللي تحتيها واللي انت عاوزه طبعا ماشي. طبعا تعالى بقى اوريكم بقى الماتش عامل ازاي جوه. مثلا العب بالنادي الاهلي قصاد مثلا النادي الزمالك، اي حد طبعا يا جدعان اهو. طبعا الاطقم زي ما انتم شفتوها طبعا يا جدعان. وتعالوا بقى اوريكم جوه عامل ازاي. طبعا اوريكم بس الماتش عامل ازاي اهو. طبعا هو كده بالمنظر ده. طبعا هو بقى طبعا بقى متنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. طبعا قول لي ايه رايك في التعليق. اشوفك في الفيديو الجاي ويلا سلام.